استاذ هيثم، يعني دي المعلومات اللي احنا وصلتنا من البيان اللي اصدرتوه، لكن احنا محتاجين تفاصيل اكتر. الو استاذ هيثم، انا سامع حضرتك كويس، اتفضل. في الحقيقه هو الطفل محمد صلاح اللي هو اقل من 18 سنه. هو اقل من 18 سنه كمان؟ اتقبض عليه بدون وجه حق، وده يعني رجعنا لفكره قانون الطوارئ، انه لمجرد خلاف على اجره التوك توك ينتج عنها انه يتقبض على محمد صلاح ويتم اقتياده الى الاسم والاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه بحجره رئيس المباحث. تفتكر ده قانون الطوارئ يا استاذ هيثم؟ يعني الاثنين مخبرين دول لما قرروا يجرجروه على الاسم ويعتدوا عليه بالضرب ويرموه من الدور الثالث، كان في بالهم قانون طوارئ او غير طوارئ؟ طبعا، لانه اذا هو بيتعامل طول الوقت بانه من حقه يقبض على اي حد ويجرجره على الاسم، فهو بيتعامل وفقا لقانون الطوارئ. هو ما يعلمش انه مش من حقه انه يقبض على مواطن، واذا قبض عليه من حقه يبلغه بالتهمه اللي موجهه ليه ويعمل له محضر، مش انه يضربه او يعذبه ويرميه من الدور الثالث من مبنى الاسم، مبنى مركز الشرطه. طيب استاذ هيثم، في اي شهود على الواقعه في الاسم؟ في شهود على واقعة القبض، لكن بالنسبة للاسم لسه ما عندناش لحد دلوقتي صلة بشهود، لكن هنحاول نوصل لشهود من داخل الاسم رغم صعوبة ده. طب امال انتوا عرفتوا ازاي تفاصيل اللي حصل في الاسم؟ من محمد صلاح، يعني كان عندنا غيبوبة ولا لا؟ عند محمد صلاح حظ انه ما توفاش، وبالتالي كانت الحقيقة تموت مع محمد صلاح زي ما ماتت مع خالد سعيد. وانا مش ما ماتتش ان شاء الله يا استاذ هيثم، ما تقطعش ان شاء الله هتظهر. لا فيما يخص خالد يعني، لكن حضرتك بتقولي من عرفته من محمد نفسه، مش هو دلوقتي في غيبوبه ولا ايه؟ محمد قدر يتكلم وتم سماع اقواله، يعني كان في غيبوبه وفاء والنيابه سمعته في محضر رسمي، وقال على وقائع القبض عليه وعلى ضربه وتعذيبه في الاسم والقائه من شباك المركز الشرطه. طيب في اي اجراء اتاخد ضد الاثنين مخبرين دول ولا لسه؟ لسه لم تتخذ النيابه اي اجراء ضدهم. النيابه لسه بتسمع اقوال المجني عليه وشهود الواقعه. هنطلب طبعا من النيابه مش بس سماع اقوال المخبرين، هنطلب كمان استدعاء وتوجيه الاتهام لمأمور المركز ورئيس المباحث، لانه تم تحرير محضر قياده توك توك بدون ترخيص. وانا مش فاهم يعني ايه ترخيص لتوك توك؟ مفيش ترخيص اصلا للتوك توك. فطول الوقت المحاضر الرسميه. طيب هو كان متواجد اثناء الاعتداء عليه في الاسم؟ المأمور الاسم كان متواجد اثناء الاعتداء على محمد صلاح؟ ما كانش موجود، لكن لما يتم تصدير محضر رسمي من اوراق الاسم بانه كان بيقود توك توك بدون ترخيص، هو في الحقيقه مش تحرير محضر، هو تستر على جريمه شروع في قتل. ومحاوله لتلفيق تهمه. يعني دي كمان محاوله لتلفيق تهمه. يعني بالاضافه لانها محاوله لتلفيق تهمه، هي محاوله للتستر على جريمه. محاوله للتستر على جريمه زي هو، حتى لو في ترخيص للتوك توك وحتى لو هو سايق التوك توك من غير ترخيص، ده ما يديهمش الحق ان هم يعتدوا عليه بالضرب ولا يرموه من الدور الثالث. طبعا، لكن طول الوقت ان احنا عندنا مبررات انه هو اتقبض عليه بتهمه انه بيقود توك توك بدون ترخيص، فحاول الهرب فوقع من الشباك. يعني يبقى مش حاول الهرب، حول الانتحار المفروض يعني. او انه كان معاه لفوفه بانجو فبلعها فادت للخنق. كان بيجري مننا على النيل فقفز في الميه فجاله السكاسيا الغرق. طول الوقت في المبررات الموجوده، وبيتم استخدام المحاضر الرسميه لافلات الجناه من العقاب زي ما حصل مع خالد سعيد. وانا مش فاهم يعني ايه حد يتقدم بتهمه الضرب واستعمال القسوه في جريمه قتل عمد عقوبتها الاعدام مع طفل. طيب انا استاذ هيثم، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا على التوضيح، واحنا بالتاكيد هنتابع قضيه محمد صلاح، والحمد لله